السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ هنبدأ نشتغل على المانيوال سكرين دي. هنبدأ نعمل موديلنج لكل الأجزاء الأساسية اللي فيها، زي مثلا البيز اللي تحت، البار، السبورت اللي ورا. عندك 3 سبورتات أو سبورتين هنا مثلا. آه، المصفى، الراكة، الماسورة، الحاجات دي كلها هنبدأ نعمل لها ديزاين. ولكن في حاجات هنعمل لها ديزاين جوه الاسمبلي. جوه الاسمبلي نفسه هنبدأ ان احنا نكريتها جوه الاسمبلي. مش هنعرف نكريتها بره، لان بيبقى في متغيرات وفي حاجات انت هتشوفها في التجميع مش هتبقى موجودة. يبقى بتبقى يعني انت بتسهل على نفسك اكتر ان انت تتخيل في التجميع، اكتر من ان انت تقعد تتخيل على الورق او تتخيل في دماغك يعني. تمام. اول حاجه هنبدا نعملها هو اننا هنقشيم حوض كده. زي ده كده الحوض، تمام. ودي الخرسانه، ده الارض، دي الارض وفي حوض كده داخل، احنا حفرنا في الارض والميه جايه من الاتجاه ده، تمام. وده الطول، عرض، عمق. وهنبدا اول حاجه هنبدا نعملها هي الكونكريت، هي الخرسانه. تمام. فيلا بينا نعمل الخرسانه. طب هو انا كنت مجهز الفايلات، تمام، الاساسيه. ده السكتش. انا رسمت عملت سنتر لاين كده، ورسمت السكتش ده في الجنب، وعملت له ميرور الناحيه التانية. عملت ان العمق الويدز ده متر، والطول ده هيبقى مثلا متر ومية، يبقى متر مية. او ممكن نلغي الدايمنشن ده، نخلي العمق، نخلي الطول متر. يعني هنعمل كده، نخلي ده متر. تمام. وعملنا له اكسترود بمتر ونص. يبقى انا كده معايا ان العمق متر ونص، والويدز متر، واللينز متر. يبقى انا كده متر في متر في متر ونص. تمام. دي الخرسانة. جميل. بعد كده تاني حاجة هنعملها هي البيز. البيز بسيط جدا وسهل. هو عبارة عن بليت. البليت دي هتكون 10 ملي، وهتكون متخرمة خرمين أو 3 عشان هتتثبت في الخرسانة. هنا التثبيت ده بمسمار اسمه أنكر، ده المسمار اللي بيثبت في الخرسانة. ف هيبقى ده الشكل. أنا برضو كنت مجهز الفايل، هنفتحه كده. دي البيز، ودي التسمية: 1 شرطة بيز مربع. المربع ده هيكون 95 في 30 سنتي. 95 سنتي في 30 سنتي. ليه 95 مش متر؟ لأن أنا لازم أسيب مثلا لازم أسيب شوية مسافات كده، لأن الخرسانة مش هتبقى ستريت، مش نازلة ستريت، بيبقى فيها شوية إيه، خبط وحاجات من دي. فهي احنا بنسيب يعني 2.5 سنتي، 2.5 سنتي، نظرا لان ممكن ايه يحصل، يحصل ان الخرسانة ما تبقاش ستريت وهي نازلة يعني. وهيبقى العمق 30 سنتي والتخانة 10 ملي. طب ليه 10 ملي؟ 10 ملي لان انا محتاج ان هي تكون تقيلة ومحملة، لان هيتلحم عليها برد كتير وهيتثبت عليها حاجات كتير، والبراد دي وزنها بيكون تقيل الى حد ما. تمام. ده بالنسبة للبيست. تالت حاجة أساسية معانا وهي البارات. تمام. والبار ده زي ما انت شايف هو مايل، فهو مقطوع بالزاوية. المفترض ان هو هيبقى مايل 60 درجة. احنا هنعمل ان الزاوية، احنا هنعمل ان المانوال سكرين بتاعتنا هتكون مايلة بزاوية 60 درجة عن الأرض، عن الأفقي. وبالتالي أنا لما أجي أفتح كده البار أهو، ده البار. جميل. هرجع بس من الاكسترود ده كده البار. ده البار، تمام. طوله متر و20 سنتي، و الويدز بتاعه 50 ملي، يعني 5 سنتي. تمام.
وتخانته 10 مللي. تخانة بتكون 10 مللي، لازم يكون تخانته قوية شوية، لأنه هيتعرض لستريس للمية، اللي هو شير ستريس، وهيتعرض لستريسات تانية زي الكمبريشن ستريس وكمبريشن، وهو مايل كمان، فهيحصل ستريس كتير، فلازم تكون تخانته قوية شوية. تمام. وبعدين انا قطعته بزاوية 30 درجة. ليه 30 درجة؟ يعني انت لو جيت فتحت السكتش كده، edit سكتش، عملت سنتر لاين ورسمت مثلث. المثلث ده بيبقى زي كده الانتيتي بتاعه على الخط اللي موجود اللي مرسوم، وهنا الخط، وهنا رسمت ده 30 درجة الوتر. ليه 30 درجة عن ده؟ لانه هيبقى 60 درجة عن الافق بتاع الارض. تمام. وعملت له ميرور الناحية التانية. ده بالنسبة للبار. تمام. هو هيبقى مايل كده كده، هيبقى عامل كده. دي هتبقى 30، دي هتبقى 60 درجة. تمام. بس هنا في غلطة انا كنت اعملها، ان ده هيبقى عكس ده، مش هيبقوا ميرور، مش هيبقوا ميرور، هيبقى العكس الناحية التانية، عشان لما يجي يميل كده على الأفقي يبقى 60 درجة. دي بتبقى هوريزونتال. تمام. فهنيجي نعدل السكتش. هنمسح ده، أو نخلي دول، نمسح ده، ونعمل ده كده. بس والزاوية دي تكون 30. بس وهنعمل ايه كده، يبقى كده ده اتظبط. تمام. ده كده البار. سيف. والماتيريال طبعا ستانلس ستيل 304. تمام. رابع حاجة ممكن نرسمها، وطبعا التسمية زي ما انت شايف 2 شرطة بار. رابع حاجة ممكن نرسمها هي السبورت اللي ورا ده. السبورت اللي ورا ده بيكون زاوية، بيكون انجل، والانجل دي ممكن تترسم بطريقتين. الطريقة الأولانية وهي ان ممكن في ستاندرد انجل موجود في اللايبراري بتاعت سوليد ووركس، وفي ممكن انا اجيب صاجة مفرودة واكسحها 90، يعني اتنيها 90، ودي تبقى السي بتاعتي. ولكن انت بتشوف ايه الارخص، وايه اللي هيديك البرفورمانس الكويس او البرفورمانس الاعلى من ناحيه للاتنين. فاحنا انا عن نفسي انا هستخدم هتبقى انجل ستاندرد. وبالتالي لما نيجي نفتح كده، تمام، اسمه 3 باك سبورت، الباك سبورت، ودي الستاندرد. طب انا اعملها ازاي؟ اول حاجه انت بترسم سكتش عادي جدا. تمام. السكتش ده اول ما بترسمه بتخرج منه، وبعد ما بتخرج منه بتعمل حاجه اسمها موديول ويلدمنت ستراكشر ممبر، وبتدوس طبعا بتختار الستاندرد بتاعك، فممكن يبقى الدين مثلا، والطيب هيبقى الاي سيكشن او الاي بيم، وعندك هنا اللينس هنا مثلا 50 في 50 في 5 ملي، وادوس عليها اهي، عملتها لي. تمام. وادوس اوكي. طبعا انا عاملها، فهم جاي اعمل كده اهو. تمام. دي تخانتها 5 ملي، وهي 5 في 5. طب والطول؟ الطول انت محدده في السكتش 950. تمام. ده 950 ده مبدئيا، يعني هي ممكن اكيد ممكن طولها هيتغير، يعني على حسب على حسب البارات هتبقى عامله ازاي. طيب في بارت اساسي برضو انت عندك هنا، دول كلهم بارات، بس اللي في الاول ده ما بيبقاش بار. اللي في الاول ده ما بيبقاش، ممكن يبقى بار، وممكن يبقى حاجة اعرض من البار. يعني البار مثلا العرض بتاعه 50 ملي، ممكن السايد فريم، اسمه سايد فريم، السايد فريم ده يبقى اكبر من 50 ملي، يبقى 100 ملي مثلا، يبقى 10 سنتي،
ولكن احنا في حالتنا كده هنخليه ايه، هنخليه بار، هنخلي بار من الاول لحد الاخر بارات. تمام، لان انت السايد فريم لو انت زودت العرض بتاعه هتبقى بتزود تخانة، تزود وزن، تزود ماتيريال، تزود كوست. بالتالي احنا مش عاوزين ايه، نوصل للمرحلة دي يعني. في هنا ملحوظة مهمة جدا. هنا دي ملحومة في ظهر البارات. تمام، دي سي زي ما انت، دي انجل زي ما انت شايف كده، ملحومة في ظهر البارات، ومسنود عليها الطرف دي اللي هي المصفى. الطرف دي هعمل لكم فيديو، تمام، منفصل للديزاين بتاعها. الديزاين بتاعها بيكون الى حد ما معقد شوية، فبيبقى هيحتاج فيديو لوحده يعني. تمام. شايف انت السي دي متثبت فيها هنا، طبعا بيبقى فيها خرام متخرمة، وبرضو المسامير بتاعت بتبقى انكر ملحومة في ظهر البلاط هنا كده، ومسنود عليها الطرف، مسنود عليها الطرف دي بتتشال بالايد لما الزبالة بتكون ايه، لما الزبالة بتوصل تطلع بيها كده، وتوصل لحد هنا ايه، لحد هنا كده. احنا هنشتغل بالسي دي، هنشتغل بيها وهنطولها شوية، وبس هيبقى فيه هنعملها بشكل مختلف عن الشكل ده. هنعملها بشكل مختلف ازاي، هوريك دلوقتي. احنا عندنا بس طبعا هنعملها في الاسمبلي يعني بعد ما نجمع، عشان تبقى عارف الدنيا هتبقى ماشية ازاي، ومش هتتعمل ستاندر، مش هتتعمل ستاندر، هنعملها صاجة متكسحة، لان احنا هنعملها بزاوية. تمام، هقولك في الاسمبلي هتتعمل ازاي. دي هتبقى ماسورة، في الغالب بتبقى ماسورة ستانلس، بص هنا الماسكة بتاعتها، بس احنا هنعملها ماسورة والراجل هيمسكها عادي بايدين الاتنين، مش هنعمل احنا الماسكة دي. ماسورة مثلا دي هيبقى طولها بالمناسبة برضو في تفصيلة صغيرة نسيت اقولها. الهول ده 21 ملي، المسمار هيبقى ام 20، انكر ام 20. تمام. لو جيت هنا بصيت على السكتش بتاع الكات، هنا 5 سنتي، وهنا 15 سنتي، وعملت linear pattern. تمام، خليت ده في النص بالظبط، يعني حاول تخلي اللي في النص ده في النص بالظبط، وهنا دوس اوكي. ممكن تعمل حاجة تانية، ممكن تخلي ده ده السكتش، وتعمل له بقى linear pattern يمين linear pattern شمال. مهم يبقوا مظبوطين كده وشكلهم سيمتريك، شكلهم حلو يعني، عشان يبقى شكلك انت كمان حلو. نعمل بقى الماسورة دي ونسميها الراك بايب. يعني نخليها مثلا ماسورة بوصة، بوصة وربع انش. البوصة وربع غالبا بتبقى تخانتها 3 ملي. طيب هو في الجدول هنخلي الماسورة بوصة، وفي الجدول الماسورة بتكون البوصة 33 ملي و4، والتخانة 3 ملي، والتخانة بتكون 3 ملي، 3.04. ده في جدول المواسير 10. تمام. بس هو هعمل لها اكسترود، ودي هتبقى مثلا 1.5 متر. خليها ميد بلين، دوس اوكي. وهتبقى يعني حديد، خليها حديد عشان ما تبقاش ستانلس تقيلة. تمام. وهنسميها راك بايب، ومش هنديها رقم دلوقتي يعني، ممكن نخلي الرقم دلوقتي مش بعدين يعني، خليه بعدين. تمام. بص هنا بقى، لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الراك صغيرة. احنا متفقين ان البيز بتكون متر تقريبا، اللي هي 95 سنتي، والراك زي ما انت شايف كده مش مكملة 20 سنتي. هي بتبقى 20 سنتي بالظبط إلى حد ما يعني، فاحنا هنخليها 20 سنتي. وهنرسم اللي ما بين يعني هنرسم البرايا، أنا عايزة تخش بين البارات، فاحنا هنخليها صغيرة كده بحيث إن هي إيه، تدخل جوه البارات. فهنعملها دلوقتي، هنعمل بقى الراكة دي.
بس وكده يبقى عملنا الراكة. تمام. وهتبقى ستانلس ستيل 304 برضه. تمام كده. احنا عملنا معظم الأجزاء الأساسية. بعد كده هنبتدي الفيديو اللي جاي هنعمل ده. تمام. وهنعمل الترف وهنجمع إن شاء الله. شكرا.